البنك الاهلي يتعادل مع مصطفى شوبير، في حين النادي الاهلي ما جاش المباراه. انت الشوط الثاني مستحوذ، مسكت وسط الملعب ومسكت زمام الامور، لكن مفيش هجمه. حتى الهجمات اللي انت رحت بيها مش عارف فين هي. هجمه كهربا في الشوط الثاني، والجول بتاع رامي ربيعه اللي اتلغى. وبعدين انا عايز اقول لك، يعني اقول لك حاجه يا رامي، بلاش الاحتفال ده والنبي. كل شويه عايز تنام. ايه يا كابتن رامي، ما تشرب لك يعني كوبايتين قهوه كده قبل المباراه وبعد كده نام براحتك. الاحتفال ده بصراحه ايه القرف ده؟ هنفضل كل شويه تحتفل وتعمل لي بقى الحركات واللي مش حركات وايه ده ايه ده؟ برضه احتفلت اتغلبت النهارده، احتفلت الجول اتلغى واتعادلت. يبقى هي كلتا الحالتين، الخساره او التعادل بالنسبه للنادي الاهلي كارثه كبيره. انت بتنافس على دوري صعب يا جماعه، وزي ما قلت لكم قبل كده مفيش فريق السنه دي صعب، قصدي سهل. مفيش فريق سهل، سواء بتتكلم على البنك الاهلي، بتتكلم على كليوباترا، بتتكلم على غزل المحله، يعني كل